لا 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 هذا لحم، هذا عظام دجاج. لحم، منين اللحم يا حسرة؟ نحن بدنا نعيش، ما بدنا ناكل، بدنا نعيش شوي يعني، بس هيك كيف بدي اقول لكم، بدنا نعيش مثل الخلق مثل الناس. لا 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 مرحبا. لا 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 حبيبي. لا لا لا. مرحبا. الحمد لله. شو اسمك؟ محمود. محمود؟ كيفك يا محمود؟ الحمد لله. محمود ليش انتي نايم هون؟ أنا ما أهلي قاح وما عندي حق خبز بالبيت. انت اهلك ايش؟ أهلي قاح ما بروح على البيت، صار لي 10 أيام هون. ليش ما بتروح على البيت؟ لأنه أهلي قالوا لي روح دور شغل، ما في شغل أشتغل، عايش أهلي. اهلك عايشين؟ إيه. كم اخ عندك؟ نحن 5 أولاد 4 بنات. أنا مخيم قاح. مخيم قاح وين؟ شو اسم المخيم؟ مخيم عبد الله. طيب يعني اذا رجعت على الخيمة تبعيتك وين المشكلة؟ والله ما بحسب روح على البيت، لأنه ما معي مصاري إنه أدفع آجار وآكل، ما عندي شيء. طيب تمام، انت اذا رجعت على الخيمة ايش بصير؟ يعني بيحكي معك شيء اهلك؟ يقتلوني على إذا رحت. ليش؟ لأنه ما بكون ما معي مصاري إنه طعميهم، بيقتلوني. يقولوا وين بدك تشتغل طعمينا فيهم. طيب واخواتك البقية وين؟ اخواتي كلها صغار. صغيرين؟ تمام. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شو هذا؟ شلونك؟ شلونك؟ حي الله يبارك. مدري شو دعست لكم، خبصت الدنيا. السلام عليكم. عمي عارفيني؟ اهلا اهلا، شلونكم؟ على الله الحمد لله. محمود وينه؟ اخويا؟ ايه؟ والله ما بعرف. لا حول ولا قوة. كيف ما بتعرف؟ راح على اساس يلاقي منايله ويشتغل وهيك. ايه وما لقيناه. ايش قد صار له غيب؟ صار له يمكن 15 يوم قبل ما راح الرباط. 8 ايام. صار له 10 ايام. اكثر. الخميس راح. ما بعرف، انا كنت بالرباط. خميس. انت امه؟ ايه انا ابوه. ما بتعرفي شيء عن محمود؟ ما بعرف شيء، اخر خبر اجانا انه هو كان معرض مصري، بعدين ما عاد انقطعت الخبر. طيب شو عم تطبخوا هون؟ والله جبنا عظام دجاج صرنا نطبخه. عظام دجاج؟ انا بشوف نايمة عم تطبخي عظام دجاج. والله ما لنا قدرة نجيب، طلع على هالدار اللي عندنا، طلع على بيوتنا، كله طبخنا على النار. فوتوا تفضل شوفوا على تفضل. يلا. يا رب. انت شو اسمك؟ سيدرا. سيدرا؟ هاي القاعدة بتنقعد. هي القاعدة لمين؟ هي الخيمية لكم؟ ايه الخيمة إلنا. بس قصدي ساكنين فيها، بس هي ما هي لكم ما؟ والله بده تقع علينا النجفة يوم الزلزال. يعني على التوكل. ايه. انا بروح على سوق الخميس اجيب لهم خضرايات من اهل خير يعني مثل حسانك. ما قدرت على السوق بتجيبين؟ اي والله. بس انه لما بيطلعوا الاولاد على الشغل من اي متى لأي متى بيطلعوا؟ انت من اي متى لأي متى بتطلع؟ انا بروح شو اسمه، بروح الصبح بجي العصر يعني. شو بتجيب بالصبح؟ نجيب نايل وحق نايل وهيك. نجيبه. طيب واخواتك البقية؟ مين بيروح معك؟
والله ما بروح الا غيري انا. بس انت؟ طيب تمام. نحن شالوا لنا السلات من شباط هذا القبله. السلات انشالت. شالوها من مو هذا شباط القبله. مساعدات الامميه. شالوا لنا اياها من زمان. كل يومين يعطونا ربطه خبز نحن 12 نفس. الله وكيلك الخبز ما عم نشبع. تفضلي تفضلي. والله العظيم الخبز ما عم نشبع. تفضلي. والله بيعلم كيف عم نشتغل وبناكل. شفت انت بعينك شو عم يصير فينا. يعني لو ما محمود يروح يشتغل ايه ما منعيش خالص. والصغيرين يطلعوا يشتغلوا. ما منعيش. وانا عم برابط. لا يعني لو ما يجي يعني يجيب لنا كم ليره انه ناكل فيها. ما بدنا نجيب. طيب هذا مرضان ومعادسك ما بيقدر يشتغل شغله. محمود كل ايمتى بيجي؟ كل 15 نهار 20 نهار بيغيب 20 نهار وبيجيني كل قال ما بيرجع ليأمن الخبزات ويأمن هيك الاكلات لحتى يرجع. والله العظيم يا اخي يصلنا هلا بجي اسبوع طيب. ما دقنا الاكل. اليوم لحتى راح جاب لنا شويه عظام بدنا ناكلين هاي على شوف لا غاز عندنا لا شيء يعني يا اخي نحمد الله انه عم نطبخ عاد في عم نلاقي شيء نحرقه. بس ايش بدنا نسوي طيب؟ الساعة 2 في الليل محمود عم بيسعى بالشوارع ليجيب الخبز وهيك 2 ونص طيب بالليل. ايش بدنا نسوي هاد؟ هي من وين جبتوا عظام الفروج هي؟ فاعل خير اعطانا اياها هي كثير خيره. شو لحم؟ إيه لحم ما شاء الله على هاللحم. طلع على هاللحم. هذا لحم. هذا عظام دجاج. لحم. منين اللحم يا حسرة؟ نحن بدنا نعيش ما بدنا ناكل. نعيش شوي يعني بس هيك كيف بدي اقول لكم بدنا نعيش مثل الخلق مثل الناس. كيف عايشين هالناس بدنا نعيش. مو نهار ناكل وعشرة ما ناكل. من وين جايبي هالطبخة؟ والله واحد اعطانا اياها قال خذوا اطبخون واطعموهن لهالولاد. إيه الأولاد ايش بدهم ياكلوا؟ والله هذا اللي صار لنا. والله صرنا بجي اسبوع يمكن ما فاتت ربطة خبز علينا. ربطة خبز ما فاتت. كل هالعيلة 9 بيستنوا هي الطبخة؟ ايه كل العيلة 9 بتستنى هاي الطبخة. قال لك لاخر الليل لحتى مأمنين الطبخة؟ ايه اذا ما عندي شيء ما عندي حتى لاني اطبخ عليه غير هالنار بروح او كنت روح على المزابل جيب الحرق مشان احرق واحط اطبخ لاولادي طعميهم. هي ايش صغيرة. ذنبهم طيب هدول اطفال. هي صغيرة هي شو بتاكل؟ شو بتاكل هي صغيرة؟ بتاكل كل شيء بس ما في شيء نأمن لها اياه نطعميها اياه. هو ولا اخوها هذاك الصغير اللي هي القدو عمرهم 3 سنين هدول الاولاد. الصورة لحالها بتحكي خلص هي الطبخة خلص شيلها كبيها كلها ما لها لازمة. احنا في المساعدات الأممية بعد ما خفت عن المخيمات 2.6 مليون نحن صار فينا في قالنا هيك هي خفة فما بالكم بانقطاع المساعدات الأممية وصلنا لحد انه خلاص الأطفال تكون مشردة مسربة كل شيء. وبيقول لك ليش مشرد ليش مسرب وليش الطفل ما هو في المدرسة؟ لأنه المجتمع الدولي الأمم المتحدة مجلس الأمن اللي وافق على الفيتو تبع قوات الاحتلال الروسي ونظام الأسد أدى في هي الناس في هذا الحال. هيك نحن كشعب سوري وكناس كناس كرام هن تهجروا من بيوتهم لانه ما بدهم نظام الاسد المجرم وما بدهم المساعدات الامميه تيجي عن طريق نظام الاسد. انت اذا قالوا لك ترجعي بيت الاسد بترجعي؟ لا ما برجع. ليش؟ لانه هو اللي دمرنا هو اللي شردنا هو اللي عمل في اولادنا هيك. لذلك نحن شعبنا كرام واهلنا كرام ما بيرجع لعند نظام مجرم قتل اهله ونحن ما بنسمح في انه يصير في اكل عظام فروج وغيره وغيره ولا بنقبل في هذا الشيء ابدا. هي على المكب قلت لك بيها.